النهارده معانا ريفيو كامل على شنجان 55 بلس المصري. يلا بينا نشوف الامكانيات اللي جايه بيها، لان في مفاجاه في الشرح بتاعنا. يلا بينا. شنجان 55 بلس المصري 26 نازله بمحرك 1500 سي سي، 185 حصان، 300 نيوتن متر. وده العزم ده يا جماعه بالمقارنه بالسيارات مسيرتها ال 1500 سي سي، فده عالي جدا قوي جدا. نازله بفتيس ديوال كلاتش مبلل 7 سرعات، اضاءه LED، كاميرات 360، فتحه سقف بانوراما كهرباء، شنطه كهرباء، شاحن وايرلس، وحاجات تانية كتير. وكمان جنوط سبور تو تون لونين ابيض واسود مع جنط 19 بوصه للفئه البريميوم العاليه. شنطه كهرباء ما شاء الله، تفتح اوتوماتيك، بالاضافه ان هي حجم الشنطه ما شاء الله كبير واسع. كاميرات 360 من هنا زي ما بجوده حضراتكم عاليه، شايفين تجيب لك عليها جميع الكاميرات كلها العاميه بالنسبه لك، وكمان مركزين على النقطه العاميه الابعاد من الناحيه اليمنى، ثلاثيه الابعاد، واقدر اتحكم فيها زي ما انتم شايفين، وبيجيب لي كمان النقطه العاميه الموجوده والمكان اللي انا موجه عنده السياره. زجاج جانبي وخلفي فاميه ملون اسود او معتم. التابلو عندي هنا من الجلد الفاخر، مطعم هنا بالجزء الاسود اللي هو ماشي مع الشاشه بتاعتي، ماشي مع الوان الاسود البيانو بلاك هنا، مع فتحات التكييف في انسيابيه في فتحات التكييف لحد ما يوصل لعجله القياده. برضو عجله القياده سبور هاند ميد زي ما حضراتكم شايفين كده، تحكم كامل في الطاره، الصوت، المكالمات، القوائم، عندي مثبت سرعه، رادار امامي، مثبت سرعه تفاعلي، اوامر صوتيه. دي حاجه مميزه جدا في السياره دي يا جماعه. بالاضافه انا عندي المرايات الضم بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين، بالاضافه عندي سخانات في المرايات، سخان في المرايه هنا، سخانات في المرايه هنا، وسخان في الزجاج الخلفي. التكييف بتاعها ممتاز جدا جدا جدا. الميزه الاضافيه في المكيف هنا ان هو سرعه المروحه عاليه وجوده التبريد عاليه جدا، بالاضافه ان انا عندي هنا منقي للهواء من البكتيريا، ودي برضه ميزه مش موجوده في سيارات كتير. عندنا كمان يا جماعه فتحه السقف البانوراما، ودي فتحه السقف من فتحات السقف ذات المساحه الكبيره. نفتح كده لمسه واحده بيفتح لي السان روف او فتحه السقف البانوراما، واقدر ان انا اديها فتحه كمان يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، بيكمل فتحه الستاره. ودي البانوراما بتاعتنا، فتحه كبيره جدا تناسب كل الاشخاص، وبلمسه واحده ثانيه اقدر ان انا اغلقها تماما. مع فرش جلد لونين و6 اير باج. شاشه المالتي ميديا بتاعتي شاشه كبيره، الجوده بتاعتها عاليه جدا، HD، بتشغل ايفون وتشغل الاندرويد وايرلس بدون سلك، وكمان بتنقل الخرائط على الشاشه، وبتشغل مشغلات الميديا زي الاغاني او القرآن على الشاشه. كل ده وايرلس عن طريق الواي فاي او عن طريق البلوتوث. حساس للمطر، ودي ميزه يا جماعه مش موجوده في اغلب السيارات. بالاضافه كمان ان عندي حساس للاضاءه. حساسات المطر وحساسات الاضاءه بتشتغل اوتوماتيك بمجرد ان انت حاططها على الوضع الاوتو. USB في السياره. الاول اللي هو تحت الكونسول هنا زي ما احنا حضراتكم شايفين كده، ده بيشغل الاغاني، بيشحن التليفون، وبيشغل ابل كار بلاي، والاضافه ان هو بينقل بيانات من على الهاتف كمان الاندرويد. الى 2 شاحن خلفي، وده للشحن فقط. والشواحن ده يا جماعه الثلاثه يعتبر شاحن سريع جدا. عندي كمان 3 انماط او 3 اوضاع للقياده. عندي الوضع الايكو زي ما حضراتكم شايفين كده، هنا ادي الايكو، وفي الوضع السبورت، وفي الوضع النورمال. بمجرد بس ان انا هي جاست سوسته هنا اغير وانا اثناء القياده بدون مجهود، زي ما حضراتكم شايف كده وانا جالس كده بغير اوضاع القياده. Please continue. كلوز كار ويندو. Closing all windows. زي ما حضراتكم شايفين نفذ الامر. نديله امر تاني. Here. Open car window. Opening all windows. اوامر صوتيه جيده جدا، والاستيعاب بتاعها سريع، وبتفسر الامر الصوتي اللي جاي من القائد السياره
بالاضافه ان انت بتختار الاوامر من قائد السياره او الاوامر من الراكب الجانبي. قلنا يا جماعه مميزات السياره ديت اللي هي قيمه مقابل سعر، ان السياره بتحتوي على رادار امامي. الرادار الامامي ده بيقدر يفسر المجسمات اللي قدامه، سواء لو في دراجه بخاريه اللي هي الموتوسيكل، او في سياره سيدان اللي هي الملاكي، او حتى السيارات النقل ذات الصندوق الكبير ده، بيقدر يحددها لي على شاشه السياره عندي ويدي لي التنبيه وبيديني المسافه اللي بينك وقدامها قد ايه. وده من المميزات الخطيره جدا في السيارات دي. في سيارات يا جماعه بنفس السعر والفئه السعريه دي مش موجود فيها المميزات دي. من احلى الحاجات اللي موجوده عندي هنا ان ممكن اسجل بها كل حاجه بتحصل عندي في كل لا قدر الله في التريب عندي. اسجل 4 اوقات في وقت واحد، او اسجل الكاميرا الاماميه لو لا قدر الله في حادث وعايز تثبت حق من حقوقك. ده يا جماعه تجربه القياده للسياره، تجربه جيده جدا، السواقه سلسه جدا، الاستجابه الموتور سلسه جدا، وجودتها على الطريق وسرعه المناورات بتاعتها يا جماعه هي في الملفات على سرعات عاليه ممتازه جدا 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 جدا. التناغم ما بين مثبت السرعه مع مثبت السرعه التفاعلي مع الكلام ده كله رائع جدا. يعني مثلا ما حضراتكم شايفين كده احنا قدامنا سياره اهي اهو، الرادار الامامي يا جماعه هنا كده شايفها اهو، وظابط السرعه الامامي. يعني تقريبا يا جماعه السرعه الامامي ديت يعني هو ظبطها عند حدود ال 40 متر زي ما قلت لحضراتكم. هو تقريبا اللي قدامي ماشي حدود ال 60 يا جماعه اهو تقريبا، او بيزود 65 مع المحافظه يا جماعه ال 40 متر. شايف ال 40 متر ده مثبت السرعه التفاعلي والتناغم مع الرادار الامامي يا جماعه. طبعا هو بيحذر وبيهدي مع بعض. وهنا طبعا انا مثبت على السرعه على 90، بعد كل مناورات بيرجع عند اخر رقم لمثبت السرعه انا ظابط عليه يا جماعه. استهلاك هنا يا جماعه شايفين انا ماشي مثلا هنا 90 وعدد لفات حوالي 1700، دي ممتازه جدا. استهلاك البنزين والوقود في السياره ممتاز جدا جدا جدا. احنا كده زودنا مثبت السرعه 5 درجات او 5 سرعات، فبيطلع بينطلق وبعدين بيرجع يبدا ينظم السرعه عليها تاني. كان معاكم حازم راشد، ودي قناتي. اطلب من حضراتكم الدعم والاشتراك والسبسكرايب. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.